السلام عليكم، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. وسمحوا لي على هذه الغيبه هذه. ما بقيتش كنحط فيديوهات بزاف. صراحه وليت كنعجز نصور شي فيديو كما كتعرفوا، راه كنتعذبوا بزاف باش كنصوروا شي فيديو وفي الاخر ما كيجيبش حقه في المشاهدات. المهم ان شاء الله اللي قديت عليه غادي نشاركه معكم. الوصفه ديال اليوم واحد الكيكه كتجي رائعه ولذيذه بزاف. ممكن تصاوبوها لوليداتكم او الضياف ديالكم. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا الطريقه والمقادير. فرجه ممتعه. هنا بالنسبه للمكونات كنحتاج واحد 4 الحبات من البيض يكونوا بحراره المطبخ، واحد كوب ديال الزيت، زيت نباتيه، كوب من الحليب، ونص كوب من السكر سنيده، علبه ديال دانون بنكهه الفاني، ورشه ملح لتعديل الذوق. هنا بالنسبه للدقيق، عندي هنا 3 ديال الاكواب ديال الدقيق، وغادي نشوف على حسب عيني ميزاني، وجوج الاكياس من خميره الحلويات اي بيكن باودر. صافي هذو هما المكونات. هنا غنجيب هذا الاناء هذا، غادي نضيف ليه البيض ورشه ملح ونص كوب ديال السكر. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان، واحد 5 دقائق حتى كيولي اللون ديالو، هاد البيض والسكر مائل للبياض. صافي كنضربوه مزيان بالخلاط الكهربائي. ممكن اللي ما عندوش الخلاط يخلط غير بالفوي. المهم اننا نخلطوه مزيان حتى كنحصلوا على هذا اللون هذا اللي كتشوفوا معايا. صافي وغادي نضيف هذا الكوب ديال الزيت نباتيه، العبر بكاس العنبه. انا عبرت لكم كاس العنبه. صافي وكنعاود نخلط، كنخلطوه مزيان كما كتشوفوا معايا. وغادي نضيف كوب ديال الحليب. الحليب ضروري ما يكونش بارد. يعني عاد خرجتوه من الثلاجه، ضروري تكونوا خرجتوه من قبل من الثلاجه هو والبيض، يعني باش تطلع لنا هاد الكيكه مزيان. صافي وغادي نضيف هاد العلبه ديال دانون بنكهه الفاني، يعني اي دانون متواجد عندكم، ولكن يكون بنكهه ديال الفاني. صافي انا درت هاد العلبه ديال دانون ديال الفاني. صافي وغادي نخلط مزيان على هذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نحيد هذا الخلاط الكهربائي، وغادي نجيب الدقيق هنا عندي 3 ديال الاكواب من الدقيق، وانا عيني ميزاني. انا غادي نشوف على حسب الدقيق، يعني كاين الدقيق اللي كاين الشروب، كاين الدقيق لا. صافي انا غادي نخلط. المهم غادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا، وغنضيف هاد 2 اكياس ديال خميره الحلويات. ضروري نغربلوهم عفوا باش ما يبقاش لنا دوك الحبيبات، وكنعاود نضيف الدقيق كما قلت لكم تدريجيا. صافي وانا كنخلط حتى كنشوف عيني ميزاني على حسب الخليط اللي غادي نحصلوا عليه. صافي وانا كنخلط مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كنسجموا لنا دوك العناصر كلها. صافي انا غادي نمسح هاد الجوانب هادو، غادي نعاود نخلط. هنا كنشوف ان الخليط مازال خفيف، انا غادي نضيف ليه واحد الملعقه ديال الدقيق. صافي وغادي نخلط مزيان. يعني هاد الكيكه هادي استخدمنا فيها 3 الاكواب الا ربع ديال الدقيق، على حسب كل دقيق والنوعيه ديالو. صافي هذا هو القوام ديالها. هنا غادي نضيف هاد الحبيبات ديال الشوكولات كما كتشوفوا معايا. ممكن نتوما الا ما عندكمش هاد الحبيبات ممكن تاخذوا غير الشوكولات عادي وتقطعوه قطع صغيره وتضيفوه لهاد الكيكه هادي. صافي وكنخلطوا هاد العناصر كلها مزيان. هنا كنجيب هاد المول العجيب بعد ما دهنته بالزبده ودرت ليه الدقيق. صافي انا غادي نصب فيه هاد الخليط هذا. ومن الأحسن أنه يكون هذا المول العجيب متواجد عند جميع المحلات ديال الأواني. ومن الأحسن أنه يكون صغر من هذا، لأن هذا جاني كبير، هذا اللي متواجد عندي. صافي وكنصبوا فيه هذا الخليط هذا، وكنكونوا شاعلين الفران من قبل على درجة حرارة 180. كنديروها طيب من التحت، عاد كنحمروها من الفوق. صافي وكنضربوها على سطح العمل ونتلاقاو إن شاء الله. هنا بعد ما طلعت لينا الكيكه كما كتشوفوا معايا، اللون ديالها محمر، جات غزاله. صافي غادي نخليوها تبرد وعاد نقلبوها في صحن التقديم. هنا كما كتشوفوا معايا بعد ما بردات انا غادي نقلبها على هذا الشكل هذا. ضروري نضربها واحد ضربه خفيفه من الفوق باش تهبط. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها، كتجي غزاله ومحمره. صافي هنا غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز باش نحضر الكريمه ديالها.
هنا في الكريمه كنحتاجو 2 اكواب ديال الحليب وملعقه كبيره من المايزينا اللي هي هذه نشا الذره، وكنحتاج واحد العلبه كبيره من الفلون ديال الكراميل. صافي هادو هما المكونات ديال الكريمه. غادي نصب هاد الحليب يكون بارد يعني ما يكونش سخون باش ما تكورش لينا هذيك المايزينا. صافي غادي نضيف هاد العلبه ديال الفلون. ما نضيفوش السكر لان هاد الفلون راه حلو. صافي غادي نخلط هاد العناصر على البارد كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيفها فوق النار حتى كتعقد لينا وتولي كريمه. هنا كما كتشوفوا معايا بدات تعقد ليا. ضروري كنبقاو نخلطوا مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا ديك الكريمه، يعني ما نخليوهاش نغفلوش عليها ونخليوها تحرق. صافي كنبقاو نحركوا حتى كتولي لينا عاقده. صافي وكنحيدوها من فوق النار. هنا بعد ما حيتها من فوق النار كما كتشوفوا معايا غادي نضيف ليها هاد العلبه ديال دانيت وهي سخونه. هاد دانيت كيعطي واحد النكهه لذيذه بزاف لهاد الكريمه هادي. صافي وغادي نخلط مزيان. ضروري نخلطوا هاد العناصر مزيان حتى كتنسجم لينا كلها المكونات. صافي وغادي نضيفوها على الكيكه وهي سخونه، يعني ما نخليوهاش حتى كتبرد. صافي على هذا الشكل هذا كنفرغوها في هذا الوسط ديال الكيك. الا بغيتو نتوما تجيكم طالعه يعني مقاده مع هذا ممكن تدوبلوا المقادير. صافي غادي نخليها تبرد. وهنا بعد ما بردات هذيك الكريمه يعني درتها في الثلاجه بردات شويه، انا راه زربت عليها هنا باش نقادها ونوريها لكم. راه زربت عليها. وانتم كتخليوها حتى كتعقد مزيان حتى كتشد راسها مزيان. هنا راه جبت درت واحد دانيت ديال الشوكولات ودرته في هاد الكيس الحلواني، وغادي نزوق به هاد الكيكه هادي. كما كتشوف معايا غندير خطوط على هاد الشكل هذا. والتزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم. هنا غادي ناخذ واحد العود ديال الاسنان وغادي نبقى ندير هكا خطوط على هذا الشكل هذا، يعني تزيين بسيط وانتم على حسب الذوق ديالكم على حسب التزيين اللي بغيتو نتومايا. صافي كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. هنا انا راه خديت هذاك اللي بقى ليا من هذاك دانيت وزوقت به هذوك الخطوط في الجوانب. وانا غادي هنا غندير هذاك الشوكولات حبيبات لا فيغميسي ديال الشوكولات غادي نزوق به هاد الجوانب هادو. المهم التزيين كيبقى اختياري وصافي. اهم حاجه ان الكيكه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها تردوا عليا الخبر في التعاليق ديالكم لان فعلا كتستحق التجربه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من اللايك والتعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا واللي باقي ما مشتركش في القناه كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. كما كتشوفوا معايا هنا غادي نقطع منها واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها. فعلا كتستحق تجربه صراحه. كتجي لذيذه بزاف والله، يعني انا ما شبعتش منها. واي واحد داقها عندي راه كيطلب لي المقادير ديالها. المهم كما كتشوفوا معايا انا قطعتها وشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. الكريمه ديالها كتجي لذيذه بزاف وكتجي مسقيه. شوفوا معايا الشكل ديالها، شوفوا كيفاش المنظر ديالها كيفاش كتجي. راه شاكره براسها بلا ما نشكرها انا. المهم كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش انكم تبارطاجيوها مع الماكسيموم مع الاحباب ديالكم مع الاهل ديالكم باش الكل يستافد. وكنكونوا هنا وصلنا نهايه هاد الفيديو نهايه هاد الوصفه. شكرا لكم على المشاركه وعلى المتابعه، وما تنسونيش من لايك وبارطاج. صراحه فعلا هاد الفيديوهات راه كنتعبوا فيهم وكان يعني كناخذوا وقتنا بزاف باش كان يعني كنتمنى انكم تستافدوا اهم حاجه. وكنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على المتابعه، الى الملتقى ان شاء الله.